كبرت والهموم والضغوط والمسؤوليات كبرت معاك، وقاعد لغاية دروك من غير صنعة ولا وظيفة. طب لو كنت موظف والمصاريف زادت معاك وعاوز تزود دخلك، والكل اخواتنا الستات اللي بتدور على شغل وما تقدرش تشتغل برا خوفا من القيل والقال، ويكون شغل سهل وبسيط تعمليه وانت قاعدة في مكانك معززة مكرمة. واذا كنت انت بتدرس ومحتاج مصاريف زيادة تكون في جيبك، انا بوفر لك اسطمبة تشتغلها وانت قاعد في مكانك، وادي طريقة التصنيع بتاعتي. اللي قدام مني ده بولستر وسيبيداي. البولستر، الكيلو البولستر بتشحمه بسيبيداي، وبتحط له المصلب بتاعه. تمام. في ناس كتير سألتني على الصفحة بتقول لي: عم أيوب، إحنا بنطلع التحفة بيكون فيها هواء. يا حبيبي، دي طريقة الاستعمال بتاعها وطريقة الصب بتاعتها من الألف للياء، هوريها لكم بإذن الله. طبعا بتقلب البوليستر مع السبيداج وتحط له كوبالت لغاية ما العجنة تمسك معاك. الأول قبل ما انت تقفل الاسطمبة بتاعتك بتعبي الحروف بتاعت التحفة، بتعبيها كويس عشان خاطر ما تطلعش فيها غلطة. بتعبيها كويس. واهم حاجة طبعا الامان في البولستر ديتي، لازم يكون انت لابس كمامة. وانا هتقول لي انت طب ليه مش لابس كمامة؟ انا قاعد في مكان جيد التهوية وفي مراوح شغالة، يعني ما فيش اي نسبة ريحة جاية علي. ربنا يحافظ عليكم جميعا. طبعا بتعمل الوش بتاعها وبتعمل القفا بتاعها زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. خلاص كده انت عبيت الحروف وعبيت عشان خاطر بتعمل الوش بتاعها الاولاني كده، وبتلحسه بالمعلقة عشان خاطر عينيها وشفايفها ومناخيرها وكله يطلع بالحرف بطبق الاصل، عشان خاطر تعرض التحفة بتاعتك. اذا كنت هتعرضها على موقع امازون، اذا كنت هتعرضها في السواق، اذا كنت هتعرضها في المحلات، اي حد يتمنى ياخد الشغل بتاعك. وهطلعها لك زي زيس المجنحة اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم دي. هتقول لي في ناس كتير بتقول لي: طب احنا صنعنا ومش عارفين نبيع. طب مش عارف تبيع ليه؟ اول حاجة الرزق مش هيجي لك مكانك ويقول لك خد ادي رزقك. لا، انت يا حبيبي لازم تطلع وتشتغل. ملك الدعوة بالناس. في ناس كتير، في شباب كتير ما بتقدرش تطلع تسوق شغلها وتسوق منتجاتها خوفا من نظرات الناس. نظرات الناس مش بالعكس، بره كله هيحبك، بره كله هيحترمك، بره كله هيرفع لك القبعة عشان خاطر لقيك شغال بالحلال، شغال بتاكلها بعرق جبينك. وادي التحفة بتاعتنا طلعت زي ما انتوا شايفين. هوريها لكم بالظبط. آه، اي حد محتاج الاسطمبة يتواصل معنا على رسائل الصفحة، وان شاء الله ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم دايما. ويا ريت الناس تشارك المنشور عشان كله يستفيد. ربنا يجعلنا ان شاء الله دايما سبب في رزق ناس تاني. قولوا امين. ادي التحفة بتاعتني. شوف حلاوة الاسطمبة، ما فيهاش روايش، ما فيش انك انت تعملها بصاروخ، ما فيش انك انت تعملها بسكينة. لا، الاسطمبة التحفة طالعة بسم الله ما شاء الله. حاجة عنب. طبعا بوريكم برضو طريقة الالوان. طريقة الالوان بتكون كالتالي: خلاص احنا طلعناها من الاسطمبة على طول، فاحنا عايزين نلونها ازاي يا ايوب؟ ادي اللون بتاعها، بتدي لها اللون كلها الاسود، وبعدين بتجيب الحلي بتاعها اللي هو الذهبي. وبعدين كلنا أذواق في الألوان، يعني أنت ممكن يكون ليك ذوق تاني غير اللون اللي أنا بعمله. فشوف هذه طريقة الألوان بتاعتي. ونقطتين والعينين، عشان في ناس كتير بتقول لي العينين بتتعمل ازاي. انت كده كده لو انت اسود ما بتجيبش غير النقطتين البيض اللي هم في العينين، عشان خاطر من بعيد كده ادي اللونين. وما تنساش يا ابو عمو مشاركة عشان غيرك يستفيد. ربنا يجعلنا دايما سبب في الخير. قولوا امين. وان شاء الله استنوا مني فيديو تاني توضيحي اوريكم ازاي تفرغوا التحفة. الطفاية دي. السلام عليكم.